السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وفي صحة جيدة. ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال، دائما مع قناتكم قناة حفيظة للحلويات والطبخ وروتينات البيت. اليوم حبيباتي جيتكم بمائدة اول مائدة افطار رمضان مبارك. نقول لكم رمضان مبارك وينعاد لنا بالصحة والهنا. ان شاء الله يا ربي يتقبل منا صالح الاعمال. البنات اليوم راهي عندي حماس وطاقة ايجابية، راني متحمسة باش نطيب رمضان. كما راكم تشوفوا دخلت للكوزينة، يعني خليت كل شيء نقي، نحب نخلي الكوزينة تاعي ناقية قبل لا نرقد، يسمى تكون عندي طاقة ايجابية باش نطيب. كما راكم تشوفوا هنايا اول حاجة راح نبدا بها واللي هي الشوربة فريك. هنا عندنا الطبق الرئيسي اللي هو الشوربة. اول حاجة نبدا بها هي الشوربة. كما راكم تشوفوا يعني وجدت كامل صويلحاتي من الحمص، البصل، قطع اللحم، لي زيبيس والطوماطيش والجوا تاع الفلفل، يعني اللي يحب يديرو. جبت هنايا الكسرونه تاعي وراح نبدا على بركه الله. هنا حبيباتي قبل لا نبدا صلوا سلموا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. نبداو هنايا اول حاجه شعلت على القدره تاعي ودرت الزيت وراح نخلي البصل تتغلى. كما راكم تشوفوا البنات كنت دخلت للكوزينه قبل الظهر هكا باش يكفيني الوقت ونصور لكم ونشارك معكم كل وصفاتي باذن الله. البنات هنايا قبل الظهر كنت وجدت كامل صوالحي يعني اللي راح نخدم بهم، وجدت كل شيء وقطعت كل شيء. من بعدها صليت الظهر وقريت شويه تاع القران يعني ورد اليومي، ومن بعدها دخلت باش ديريكتومون ننصب. كما راكم تشوفوا بديت بالشوربه. كما قلت لكم هنايا راني درت البصل مع الثوم اللي كنت رحيته مع الحشاوش وكونجليتو، وكي نكون نطيب نجبدو قبل طيب هكا بساعه باش يطلق شويه. من بعدها درت طوماطيش كونسونطري ودرت طوماطيش تاع الحب. هنايا درت نص حبه هكا باش ما تجينيش قارصه، ودرت الحميصه وراح نغلي كلش مع بعضه. كما قلت لكم من الاحسن تدخلوا بكري للكوزينه تاعكم هكا باش يبقى لكم الوقت تستغلوه في الاذكار وقراءه القران. يعني في ايامات رمضان يكون الدعاء مستجاب، وان شاء الله يا ربي نكملوا الايامات بالصحه والراحه. نرجعوا هنا للطبق تاعنا. راني ضفت لي زيبيس ودرت الحشاوش والرند والفلفل الحار. راح نغلي هنايا كل شيء مع بعضاه ونضيف عليهم شويه تاع الفلفل الاسود ونمرق الشوربه تاعي. جزء لهنا للطبق الثاني انا راح ندير طاجين جلبانه. يعني هنا راح نديرو باللحم اختياري. كما راكم تشوفوا وجدت كل شيء. راح ندير هنايا البصل ونخليها تتغلى، نضيف معها الثوم ونخليهم يتغلوا مليح. من بعدها نضيف الطرف تاع اللحم ونضيف لهم وريقه تاع الرند، شويه تاع الحشاوش. بالنسبه لي زيبيس كنت درت توابل مرقه بيضاء باسكو جلبانه هنايا راح نديرها بيضاء، ودرت كركم وكمون راس الحانوت وزنجبيل. نغلي هذوك لي زيبيس مليح مع الطرف تاع اللحم. من بعدها راح نمرق ونبلع عليهم بالكوكوط يكون اللحم تاعي نص طياب. راح نضيف له الجلبانه. نجوزو هنايا للطبق الثالث واللي هو طاجين الحلو. اليوم راح نديرو بالعنب والعينه. كما راكم تشوفوا درتهم في غرفه وضفت عليهم الماء سخون. ومن بعدها راح نديرهم في كسرونه نضيف عليهم نجمة العرض هنايا تكون اختياريه، وراح ندير معاهم الغرفه وندير معاهم شويه تاع المزهر. من بعد كي يكونوا على طيب راح نضيف لهم الانانا. كما راكم تشوفوا بالنسبه للسكر درت غرفيه معمره مليح سكر، وراح نضيف معها 3 غرافه ماء ونخليهم كامل يتغلاو. وهنا عندي صدر تاع الدجاج راح نديرو في الاشواغ ونتبلوه. هنا راح نديرلو شويه تاع الحشاوش، شويه تاع الطوماطيش كونسونطري، درت له كركم، توابل الدجاج وزنجبيل وراس الحانوت والكمون بيان سور. وراح نرحي كلش في الاشواغ بلا ما ننساو هنايا الثوم. راني مداري نتبل معاكم هنايا صدر تاع الدجاج ونكونجليه كي نكون راح نخدم نجبد الكونتيتي اللي نستعملها. هنايا راح نحشي به يعني هاد لافاخس راح ندير بها 2 حشوات. راح نحشي بها القرنون وراح نحشي بها كذلك البوراك.
هنايا القانون كنت نقيته قبل كما قلت لكم، من بعدها خليت له برك هذيك الفوقانيه، دوكا راح نحيهم هكا باش ما يكحليش، وراح ندير له لا فاغس. هنايا راح نديرهم بيان بومبي هكا باش يجيني الشكل تاعهم باهي. هنا بعد ما كنت كملت كامل الحبيبات تاع القرنون نجوزو باش نحضروا لا فاغس تاع البوراك. هنايا كنت درت حبيبه تاع بصل صغيره قطعتها قطع صغيره، وراح نضيف عليها البولي ولا صدر تاع الدجاج، راح نغليه مليح. من بعدها راح نضيف له فرماج. انا هنايا درت موندور، يعني دائما نستخدمه في الحشوات ولا في لي صالي، الكو تاعو يجي بزاف بنين، ومامتو الحشوه تجيكم هكا مشمخه وما تجيش ناشفه. هنايا جبت الديول تاع العائله، انا دائما نستخدم تاع العائله كل شهر رمضان ولا هكا كي نكونوا يعني نتشهاو البوراك، ولا دائما نشري ديول تاع العائله. وفي رمضان نشري باكي يعني تشد لي كامل الشهر. وهنا راح نوجد معاكم الحبيبات تاع البوراك. كنت جبت جبن تاع الموتزاريلا، هنا اختياري، حبيت برك نزيد بنه للبوراك تاعي، وراني نخدم في الحبات. هنا راح نخدم معاكم حبه، راح نديرهم هنايا روليت كامل الحبيبات وكملتهم، راح نغطيهم كي يوصل الوقت باش نقليهم. هنايا جبت روز، كذلك جبت هنايا روز لا مارك بسمتي، يعني هاد الروز تاع بسمتي احسن انواع واجود الانواع تاع الروز. كما راكم تشوفوا درت كسرونه، درت فيها الماء خليته يتغلى مع شويه ملح وشويه زيت، من بعدها ضفت له الروز وخليته يتغلى. وبالنسبه للشوربه كان اللحم تاعي على طياب، ايبا ضفت له التشيشه هنايا وخليتها طيب. الحلو كذلك كان على طياب، والجلبانه هنايا ضفتها بعد ما كان يعني اللحم طاب لي نص طياب، ضفت الجلبانه وضفت الحبيبات تاع القرنون. وهنايا ضفت معاهم كذلك طرف تاع دجاج، باسكو كاين اللي ما يحبش من افراد العائله اللحم في الطبيخ. بعد ما طابت الجلبانه درت البت، راح نطفي عليها، والروز تاني كان طاب كذلك راح نطفي عليه. والحلو هنايا كان على طياب، راح نضيف له هنايا الانانا، ما درتهاش في الاول باسكو الانانا تاعنا تجي طريه، يسمى درتها مع التالي وخليتها تغلت شويه وطفيت على الحلو. وهنا كان عندي لاباتا فايتي، راح نحط لكم عليها فيديو بطريقة أخرى، يعني طريقة سهلة ومبسطة. هنايا خرجتها من الكونجيلاتور، راهي شوية قاسية، راح نحلها بالحلال. أنا هنايا خذيت كونتيتي قليلة باسكو راح ندير بها المملحات. جيبوا هنا أي طابع يكون الحجم تاعو كبير ومدور ولا أي شكل، أنا اخترت هذا تاع التختولات باسكو ما عنديش طابع تاع لي صابلي كبار، وراح نطبع به دوائر. وهذو اللي شيت راح نديرهم في السلوفان، من بعدها راح نزيد نستخدمهم. نجيب هنايا كامل هاد الدوائر اللي طبعتهم، راح نحي لهم شويه من الجوانب ونضغط عليهم ونديرهم في البلاطو، وراح ندهن عليهم صفر بيض وندخلهم للكوشه. قبل ندخلهم للكوشه راح نضيف عليهم شويه تاع السانوج، هنا اختياري، تحبوا ديروا جاجلان ولا سانوج. هنا ملاحظه برك، العجينه تاعكم لازم كي تكونوا تحلوا فيها ديروا سمك شويه خشين هكا باش يتنفخوا لكم في الفور. وهنايا راح نوجد الماسيدوان تاعي. كما راكم تشوفوا كان طاب الروز، ايبا جبت الكاشير قطعته، وجبت كذلك الزيتون قطعته دوائر، وراح ندلو حبيبه تاع البيض كنت سكرفجتها ونخلط كل شيء. وهنايا كان الماسيدوان تاعي واجد، نجوزو باش نحضروا لا فاغس اللي راح نحشي بها لي صالي المورقين. هنايا كذلك درت زيتون خضر قطعته دوائر، درت 2 حبات بيض راح نسكرفجهم، وهنايا عندي طو وراح نضيف عليهم كذلك الكاشير. هنايا حبات راح نديرهم بلا طو لانه كاين ما يحبش الطو في الافراد العائله.
وكاين حبيبات راح نخلط معاهم كل شيء. وهنايا نضيف لافارس تاعي المايونيز وراح نضيف لها كذلك الفرماج. هنايا حبيت لافارس تكون يعني كل شيء طايب وكل شيء جاهز. تحبوا هنايا يعني يبقى الاختيار ليكم، تحبوا يعني تعمروهم بالشكشوكه ولا تعمروهم بالبولي، يعني كما تحبوا يبقى الاختيار ليكم. انا خيرت هذه الحشوه وصراحه البنات جات بزاف بنينه، يعني سورتو الحشوه تاع الطون. بعد ما كملت كلش رحت باش نغسل الماعن هكذا باش يكون عندي طاقه ايجابيه كي نشوف الحاله نقيه نقدر نكمل طيابي. بعد ما كنت طفيت على كل شيء طبعا رحت غسلت الماعن ونجهز في المائده. هنايا كان الوقت يعني كانت 6، رحت باش نحضر المائده كما راكم تشوفوا. درت لها هذا لو سيت دو طابل. بعدها رحت نحط الحميص. شوفوا البنات هاد لامارك بزاف بنينه يعني بالزيتون المشوي، فيه واحد البنه لا تقاوم. ان شاء الله يا ربي لا بروشين فوا راح نتعلموا هذه الطريقه كيف ونديروها تحضيره منزليه. هنايا ماما كانت درت المطلوع وراهي طيب فيه. وهنايا راح نقلي البوراك وكذلك راح نقلي البطاطا يعني ونوجد كل شيء. هنايا طاجين الحلو بعد ما طاب راني ندير فيه في هذا الطبسي لي صالي بعد ما كنت عمرتهم، والمطلوع والحميص البوراك يعني كلش كان واجد. الحلو درت له شويه تاع اللوز باسكو نسيت ما ضفتهاش في الاول. والشوربه درتها في هذه السوبياره ودرت معاها شويه تاع الحشاوش. جات بزاف بنينه وخاثره. الماسيدوان كنت درتو في هذه القوالب على شكل قلب، وكذلك ديكوريتو درت له صوص كباب وديكوري ثاني الشلاضه. وهذه هي المائده تاعي لنهار اليوم لاول يوم من ايام رمضان. هذا هو الطبخ كنت حطيته في الطباسه. كنت درت طبسي فيه القرنون والجلبانه، والطبسي ثاني كنت درت فيه الجلبانه والطرف تاع اللحم. وهذه هي المائده تاعنا لنهار اليوم.